في البداية أرحب بك وأقول لك ألف ألف مبروك على الفوز، يعني ما شاء الله تبارك الله حصولك على المركز الثاني في محور العلوم الأساسية والهندسية شيء يرفع الرأس بصراحة. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا، يعني شرف العلم وشرف المكان وهذا الكرنفال العالمي وهذا الكرنفال الثقافي، يعني الحمد لله انك تاخذ المركز الثاني في هذه المنافسة، اللهم لك الحمد. طبعا يوم اكيد في ذكرى عبد الرحمن لا ينسى بحصولي على المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله. طبعا حدثنا عن المشاركه اللي شاركت فيها، حدثنا عن البحث والمحور اللي انت شاركت فيه. أنا كنت مشارك في بحث محور العلوم الأساسية والهندسية، كان عن المدينة الخضراء واستطلاع رأي السكان عن مدى تقبلهم لمفاهيم المدينة الخضراء والمدينة المستدامة. كانت دراسة حالة طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الخبر، شرحنا لهم ايش هي المدينة الخضراء وما هي فوائدها وماذا تفعل في الطاقة والنقل والتصميم الحضري والمخلفات إلى ذلك، وأخيرا طلعنا ببعض النتائج المهمة في نفس الموضوع. طبعا بسبب تنظيم المؤتمر وجهود اللي طلعوا هذا المؤتمر بهذا الشكل الجميل لنا عليهم حق، نريد رأيك وانطباعك عن المؤتمر من حيث التجهيزات ومن حيث الآراء. طيب، أنا كنت في السنة السابقة في الدمام كنت رئيس الطلابي للجنة المعرض، فأعرف شعور الطالب لما يرجع في بيتهم آخر الليل ويأتي الصباح الباكر ليعد للطلاب ويجهز لهم في فعاليات المؤتمر. فشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم، ودي أقبلكم واحد واحد على رأسكم طبعا. شكرا لك عبد الرحمن الصائل، وألف ألف مبروك مرة. الله يبارك فيك، يعطيكم العافية.